السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد مساكم أعزائي المشاهدين في حلقتنا الجديدة اليوم اللي راح نتكلم فيها عن التربية الإبداعية للطفل. طبعا هذا شيء مهم جدا، كل منا بيتمنى أنه يكون ابنه مبدع وممكن يكون حتى مع الزمن مخترع إن شاء الله وتفتخر في اختراعاته. اليوم الكثير مننا لما نشوف اختراعات جديدة بنقول ما شاء الله ونتكلم ونمجد بهذا الشخص اللي اخترع هذا الشيء، لكن لا تنسى أنه هذا المخترع ممكن يكون ابنك بكرة، في حال أنت اليوم اكتشفت الإبداع تبعه ونميت هذا الإبداع وشجعته على الإبداع. طبعا في كثير من الأحيان الخطأ اللي بيرتكبوه بعض الآباء أنه يحاولوا أنه يبعدوا الابن عن إبداعاته وياخذوه حتى يروح يركز في دراسته، فالأم أو الأب بيلاحظ أنه ابنه عم يخترع شيء معين أو عم يفكر في شيء معين أو عم يبدأ في شيء يبدع في شيء معين، فيتركه يقول له ركز في دراستك وخلي منك هاي الأشياء، وبالتالي يقتل عنده التحفيز أو الحماس تجاه أنه هو يكون إنسان مبدع. طبعا بتمنى أنه كل أب ما يقع بهاي الأخطاء. راح نتكلم اليوم عن الإبداع ونتكلم كيف تكتشف أنت الإبداع عند ابنك، وبالتالي كيف تنميه وشو هي الطرق الأساسية اللي ممكن تحاول تشجعه فيها، وشو هي الأشياء اللي ممكن تقتل الإبداع حتى أنت تبعد عنها. راح يكون عندنا حلقتين إن شاء الله نتكلم فيهم عن الإبداع أو التربية الإبداعية. الحلقة الأولى راح نتكلم فيها عن الأشياء السلبية اللي ممكن تأثر سلبا على الإبداع عند ابنك، وفي الحلقة الثانية راح نتكلم عن كيف تنمي الإبداع وكيف تشجعه وكيف تحترم الإبداع عند ابنك وتقويه أكثر فأكثر. فكونوا معنا، مرحبا بكم مرة أخرى. عزيزي المشاهد، الإبداع شو هو؟ الإبداع هو الخروج عن المألوف. الإبداع هو يعني بالعربية الفصحى هو اختراع الشيء، يعني إبداعه هو أنك تفعل شيء ما صار صناعته قبل أو ما تم إبداعه من قبل. هو الخروج مثل ما قلنا عن المألوف، هو أنك ترى ما لا يراه الآخرون. هذا الإبداع عند الطفل أحيانا. لذلك كشخص اليوم كأب كأم تحب أنه تنمي هذا الإبداع عند ابنك، في الكثير من السمات اللي ممكن تشوفها إذا كانت موجودة عند ابنك، وبالتالي هو إنسان راح يكون مبدع إن شاء الله. فقط المطلوب منك أنه أنت تقوم بتشجيع هذا الإبداع وتنميته أكثر وأكثر. الابن اللي أنت بتلاحظ عليه، خلينا نحكي اليوم عن السمات شو هم اللي ممكن أنت تلاحظهم في ابنك اللي تعرف من خلالها أنه هو إنسان مبدع. أول شيء تجده مغامر، وبالتالي يدخل في مغامرات أحيانا أنت تراها تشوفها غريبة، لكن هاي المغامرات هي اللي بتخلي عنده دائما إبداع أكثر، هي اللي عم من خلالها يفكر في أشياء وحب إنه هو يكتشف. ابنك لما تلاقي عنده أسئلة كثيرة أحيانا، وفي كثير من الأحيان للأسف الشديد تجد الأب بيزعل أو بيتضايق من أسئلة ابنه الكثيرة، لكن الابن اللي عم يسأل كثير هو في عنده أسئلة لبعض الأشياء يحتاج إلى إجابة حتى يكون فكرة هو أصلا ابتدعها في مخه ويحب يبدع منها، يبني شيء أو فكرة معينة يخليها واقع بين إيديه. لكن يحتاج منك كأبوه أنه هو تجاوبه على هذه الأسئلة حتى يعرف يربطهم مع بعضهم ويشكل الفكرة الأساسية والنهائية تبعه. ابنك لما تشوف عنده تأمل، لما تشوفه دائم السرحان، هذا أكيد في عنده إبداع، في عنده أفكار قاعدة تنطبخ في مخه. لذلك أنت شجعه. أحيانا تلاقيه مبادر، أحيانا بتلاقيه عنده تأثير كبير جدا على المجتمع من حواليه، فإذا هو إنسان مبدع. تلاقيه دائما متفائل، تلاقيه دائما يبادر في عمل أشياء كثيرة، تلاقيه دائما يحب التجربة، يحب دائما يدخل في التجربة. دخوله في التجربة هو بيحب دائما يعمل في إيديه، وبالتالي في أفكار في مخه، في أشياء هو بيشوفها في خياله، وخاصة أنه الطفل بيكون خياله خلاق وواسع جدا. لذلك أعطي المساحة لخياله أنه هو يبدع ويبني هاي الفكرة حتى يشكلها واقع، وما تقتلها في ذهنه، بل بالعكس شجعه على أنه هو يبدع. ابنك هاي المواصفات اللي أنت ممكن تشوفها اليوم عنده، هاي السمات اللي ممكن تكون هي إنذار لك، تنبيه لك أنه ابنك ممكن يكون إنسان مبدع بكرة إن شاء الله. تحتاج منك إلى التشجيع. إن شاء الله في قسمنا الآخر من الحلقة راح نتكلم عن
الاشياء اللي ممكن تقتل الابداع اللي انت ممكن احيانا تعملهم بدون ما تنتبه لنفسك بطريقه غير مباشره. لذلك نحاول نعرفهم نكتشفهم اليوم مع بعضنا حتى تتفاداهم وبالعكس تبني الابداع عند ابنك. عزيزي المشاهد، في كثير من الأحيان الآباء بسبب شدة حرصهم على أبنائهم وعلى دراسة أبنائهم فبيحرموا من الإبداع لما يشوفوا عنده أفكار إبداعية كثيرة. فدائما يحتاج الأب والأم أنه يفتخر بمعدلات العالية لابنه، وخاصة في مجتمعاتنا العربية الغيرة دائما موجودة، فيبحثوا أنه تكون معدلاته عالية حتى يفتخروا فيه في المعدلات. ولكن في أحيان كثيرة ممكن يفتخر فيه ينسى هو أنه ممكن يفتخر فيه في إبداعاته واختراعاته كإنسان ممكن يكون مختلف عن أقرانه كثير جدا. وبالتالي تركيزهم فقط على معدلات الدراسة تخليهم لما يكون يشوفوه عنده بعض الإبداعات والنشاطات الإبداعية يوقفوه عنها ويحرموه منها ويوجهوه باتجاه الدراسة. وهذا بيعمل عنده أشياء، يعني شيئين سلبيات، سلوكيات سلبية اثنين. أول أنه هو يبدأ يكره الدراسة تبعه، والسلوك الثاني أنه هو تقتل الإبداع عند طفلك، وبالتالي تحرمه من أنه هو بكرة يكبر وعنده اختراعات يفتخر فيها أنت وهو في كثير من الأحيان. لذلك الآن خلينا نتكلم عن بعض الأشياء بالإضافة للحرص الشديد عند الأب والأم اللي هو بقصد إيجابي، ولكن أحيانا ممكن يكون له آثار عكسية سلبية على الطفل. نتكلم عن شو هي الأشياء اللي ممكن تقتل الإبداع عند ابنك وأنت ما تكون ممكن منتبه لها في كثير من الأحيان. منها أول شيء اليوم التلفزيون، مشاهدة التلفزيون بشكل كبير جدا وبوقت أوقات طويلة جدا تقتل إبداع عند ابنك، لأنه لا يحاول أن يفكر في شيء بل يأخذ أفكار جاهزة في التلفزيون أو يتابع بعض المسلسلات اللي أحيانا ممكن حتى تبرمجوا على أشياء خاطئة أنت بدون ما تكون منتبه إلها. هذا شيء. الشيء الثاني، اليوم مع التطور التكنولوجي اللي احنا شايفينه بشكل كبير جدا موجود اليوم حوالينا، كل بيت اليوم بتلاقي فيه تليفون، بتلاقي فيه آيباد، بتلاقي فيه لابتوب، كلها واليوم موجودة فيها ألعاب كثيرة جدا إلكترونية. وبلاحظ أنه صار وسيلة للأب والأم حتى يخلصوا من نشاطات أو من التزاماتهم تجاه أبنائهم، يعطوهم الآيباد أو الموبايل حتى يلتهوا فيه عنهم. وبالتالي هذا الشيء يحطم الإبداع عند الطفل يعني بيخلي دماغه عنده ضمور وما بيكون عنده إبداعات هو يقوم فيها لوحده. لذلك هذا كمان من الشيء اللي هو التطور التكنولوجي والانشغال الكثير في الألعاب الإلكترونية، هذا الشيء بيقتل الإبداع عند الطفل. بالإضافة لذلك الاضطرابات في العلاقات الأسرية، هذا الشيء كثير جدا يؤثر على نفسية الطفل، وبالتالي يحرمه من النفسية الإيجابية والمبدعة اللي ممكن والعقلية المبدعة اللي ممكن تخليه يكون عنده إبداعات أو يطور إبداعاته بسبب العلاقات الأسرية المضطربة في كثير من الأحيان. انعزاله عن أفراد الأسرة بسبب المشاكل كمان يؤدي إلى عدم تنمية الإبداع عنده. هاي هي أشياء بسيطة ممكن تصير أحيانا معنا أحيانا كثيرة تقتل الإبداع عند الطفل. لذلك عزيزي المشاهد كون حريص أنه ابنك يبعد عن هاي الأشياء حتى أنه أنت تحافظ على قدراته الإبداعية. طبعا إحنا ما بنقول اليوم أنه الغي تماما منه التلفزيون، بالعكس أنت ممكن تخصص له بعض البرامج يشوفها في اليوم اللي هي ممكن تفيده وتنشئ عنده أخلاقيات وتنشئ عنده أفكار وقناعات تشكل البعض من شخصيته. لأنه لما الطفل يشوف أطفال أمامه عم يتصرفوا بعض التصرفات هو ممكن يصير يحاول يقلدهم على غرار تقليده لوالده لأمه أحيانا. ففي بعض البرامج اللي بتكون إيجابية، أنت اليوم كأب وكأم تستطيع أنك من خلال خبراتك، من خلال وجودك اليوم في الحياة، من خلال تجاربك اللي عايشها أنت في حياتك، تعرف شو هو البرنامج اللي ممكن يفيده وتخصص له ساعة أو ساعتين فقط حتى يشوف فيهم بعض البرامج اللي تساعده على أنه ينمي الإبداع تبعه أحيانا. بالإضافة لذلك بالنسبة للألعاب الإلكترونية أيضا تخصص له نصف ساعة
من اللعب، حتى دائما يحس انه هو في عنده وقت انه هو يستمتع فيه. مش كله لازم يكون دراسة، مش كله لازم يكون ابداع، ولكن احيانا ممكن نخليه يعيش اشياء هو بحبها. لازم يعيش الطفولة تبعه، ما نحرمه من طفولته، خليه يعيشها حتى تنمي الدماغ عنده، يكون دماغه يعني خالي من الامراض النفسية والذهنية والمشاعر السلبية اللي ممكن تأثر على ابداعه وعلى قدراته العقلية. لذلك هذه الأشياء اللي أنت ممكن من خلالها تحافظ على عقليته وعلى إبداعه. بتمنى من كل أب وأم أنه يأخذهم بعين الاعتبار ويركز عليهم، ويبدأ دائما يشجع ابنه على تنمية الإبداع. وهذا اللي راح نشوفه إن شاء الله بحلقتنا الجاية اللي راح نتكلم فيها على الإبداع. هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، اللي تكلمنا فيها عن الحلقة الأولى اللي تكلمنا فيها عن التربية الإبداعية للطفل، وتكلمنا فيها عن بعض السلبيات اللي ممكن تؤدي إلى قتل الإبداع عند الطفل. وإن شاء الله في حلقتنا بكرة راح نتكلم عن الأشياء اللي أنت ممكن تحترم من خلالها إبداع طفلك، تشجعه وتنمي الإبداع حتى تكسبه العقلية المبدعة اللي من خلالها تفتخر فيه وتفتخر في اختراعاته وإبداعاته بكرة إن شاء الله في المستقبل. إذن نلتقي في حلقة القادمة، كونوا معنا إن شاء الله. إلى اللقاء.